في الإعلام الرياضي المصري أنت لا ترى إلا العجب. تخيل إعلاميين في تلفزيونات أو في قنوات تابعة للدولة أو في مصر عموما يكتبوا على صفحاتهم إن إحنا ما ينفعش نشجع المنتخب. ليه يا عم؟ أصل المنتخب حسام حسن بيجامل الأهلي واخده كله من الأهلي ومش واخد من بطل الدوري اللي هم مين اللعيبة اللي عندهم يتاخدوا منتخب ما تعرفش مش مهم. إنما إزاي الأهلي هو بس اللي متاخد لعيبته ويطلعوا اعلاميين دول وغيرهم على قنوات التلفزيونات الشاشات المصريه يقولوا ما نشجعش منتخب مصر ويعملوا دعوات لمقاطعه المنتخب وما يتمش حسابهم ومفيش حد بيبص لا بتاع الاعلام ولا بتاع مش عارفه مين ولا حد في الدوله بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. هو ينفع؟ هو في فتنه اكتر من كده؟ ان وصلت الفتنه ما بقتش اهلي وزمالك وبس، يعني احنا ما نتفرجش على الاهلي ما نتفرجش على الزمالك، الاهلي ما بيمثلش مصر، ده بقى المنتخب نفسه كمان ما بيمثلش مصر لمجرد ان مصطفى محمد مش في المنتخب او لان لعيبه النادي الاهلي اللي هم احسن لعيبه في القاره منتخب. اخفاقات النادي الاهلي لا تعني ابدا ان اللعيبه دي لعيبه مش اللعيبه الدوليه خالص، دول احسن لعيبه في مصر. فيتعمل دعوات لمقاطعه المنتخب المصري، لا دي مهزله وما يتمش ايقاف دول. لا والغريبه ان كنت لهم رايحين عادي كاس العالم، لا وموجودين في الاعلانات اللي بتتكلم على مصر وكاس العالم وعلى حسام حسن. ما تفهمش، عبث، شيزوفرينيا، هبل. احنا عايشين في حاجه غريبه جدا. يعني الرياضه المصريه واعلامها بجد حاجه محتاجه دراسه، لان دول مكانهم بجد، يعني في ناس كتير منهم مكانهم معمر العقلاء. ايه اللي بيحصل في ايه اللي بيحصل ده؟ هو ما حدش بيحاسب حد ليه؟ يعني ما حدش بيحاسب الناس دي ليه؟ الناس اللي بتطلع تعمل فتنه وتقول لك ما نشجعش منتخب مصر، ما حدش بيحاسبهم ليه يا جماعه؟